القاعة الأخرى هذه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن نتواجد بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لرحاب مسجد الفتح بمدينة أمسفورد بهولندا، ونتواجد بدار القرآن والكتاب التابع لهذا المسجد العامر. وكما ترون فإن هذه المدرسة القرآنية تعتمد في الحفظ الطريقة المغربية الأصيلة المجربة التي تخرج بها فترون يعني أن هؤلاء الطلبة من أهل البلد، يعني ولدوا أغلبهم كلهم ولدوا في هذه البلاد ويتقنون اللغة الهولندية، ومع ذلك فإنهم يحرصون كل الحرص على أن يحفظوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى على الألواح، يحفظون القرآن رسما وضبطا، وتحت إشراف ثلة من الفقهاء المشهود لهم بالحفظ والإتقان، فضيلة الشيخ المربي الكبير الأستاذ سيدي نور الدين الطلحاوي حفظه الله تعالى، وكذلك الشيخ الإمام المربي المحقق المدقق الوراشي الضابط للرسم والضبط، فهما القيمان على هذه المدرسة القرآنية. كما نرى هذه قاعة للحفظ، وهناك قاعات أخرى داخلية للحفظ، وسأريكم إن شاء الله تعالى القاعة الأخرى. هذه قاعة الطلبة على مختلف المستويات، فهناك من ختم القرآن الكريم ختمات متعددة وأصبح هؤلاء الآن يؤمون الناس في التراويح، ومنهم أخونا هذا الذي يقوم الآن بالتصوير سيدي محمد الدوحي، فهو حافظ يقوم يصور التراويح رسما وذكرا لله تعالى. وهناك إخوان له الذين من الحفظ والباقي في طريق الحكم إن شاء الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المدرسة وفي هذه الثلة المباركة من الطلبة، وأن يوفق أخوينا الحافظين الإمامين المربيين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وشكر الله أيضا لإخواننا في الجمعية القيمة على هذا يعني المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى عما قريب هؤلاء وقد حفظوا وتخرجوا وأصبحوا أئمة وفقهاء. وللعلم فإن مع الحفظ، مع تحفيظ القرآن الكريم، هناك دروس علمية شرعية ولغوية يقوم بتلقينها إخواننا يعني من الأساتذة ومن القيمين على هذه المدرسة. بارك الله فيهم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود مرة أخرى فنجد إن شاء الله ما يثلج صدورنا وما يفرح هذه الأمة بإذن الله تعالى. وأحيل الكلمة على الشيخ سيدي نور الدين الطلحاوي حفظه الله تعالى مدير هذه المدرسة. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا بزيارة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه سيدي يحيى المدغري مدير مدرسة ابن القاضي للقراءات بمدينة سلا. فشيخنا الفاضل هو الذي دائما يحفزنا ودائما يعني يدعمنا بكلماته بتوجيهاته بعلمه باستشاراته من أجل صحوة إسلامية قرآنية هنا من الغرب إن شاء الله. كما لاحظتم معاشر الصالحين، فإننا والحمد لله بمسجد الفتح فتحنا هذه الدار، وقد تخرج منها بعض الحافظين لكتاب الله عز وجل، فمنهم من هو في السلكة أو في الختمة الثانية، ومنهم من أوشك على ختمها.
ثم بعد ذلك عندنا مجموعة من الطلبة يحفظون كتاب الله بالطريقة المغربية العتيقة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر شيخنا. فالحمد لله رب العالمين دائما يزورنا ويوجهنا ونتعلم منه كيف نسير هذه المدرسة وكيف ندرس وكيف نلقن، فجزاه الله خيرا وبارك الله في عمره. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الإخوة القائمين على هذا المسجد جميع أعمالهم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.